زوم أوت، برنامج بيهتم بصحتك النفسية تحت رعاية مؤسسة الحياة منك للخدمات الاجتماعية. من أكتر الحاجات اللي ممكن تسبب لك مشاعر سلبية وتخليك في حالة دايمة من الغضب هي مشاعر عدم القبول، وللأسف ناس كتيرة جدا عايشة ما تعرفش يعني إيه أصلا قبول. علشان كده خلينا نعرف هو إزاي أصلا أتعلم أقبل حاجات مش عارف أقبلها. ازاي اقبل الامور اللي مش قادر اقبلها في حياتي؟ اول حاجه عشان اقدر يبقى عندي قبول لحياتي وقبول للاخرين، لازم اول حاجه اقبلها هي ذاتي. قبولي لذاتي هي المنطقه الامان لحياتي كلها، هي اللي بتخليني اقدر اتنقل لمنطقه قبولي للاخرين وقبولي للاشياء المؤلمه او متعبه في حياتي. كل ما اقبل ذاتي كل ما يحصل لي نمو في حياتي ونمو اكتر فاكتر، عشان اقدر اوصل لمنطقه قبول الآخر وقبول الأشياء اللي مش قادر أقبلها في حياتي. هل القبول معناه الموافقة؟ خلونا نتكلم عن حاجة جميلة جدا وهو القبول. القبول هو المسافة ببساطة بين الاستسلام أو الموافقة وما بين التذمر. أوقات كتير وقت إحنا نقول لحد اقبل واقع أو أمر أو شخص أو ذاتك، بيظن إنه هو بيستسلم وبيتقبل أو يحب الشيء اللي هو بيكون مش راضي عنه ومضطر عليه. طبعا ده ضار جدا، بيوصلنا لشيء أضر منه هو التذمر، والتذمر هو السخط أو عدم الرضا أو الرفض التام للواقع أو الأمر أو ذاتي أو الآخر. كلاهم مش هو ده القبول. القبول ببساطة إن أنا أقبل المشاعر الرمادية. أوكي، عندي مشكلة، عندي واقع سيء، عندي اختلاف مع غيري، حلو جدا. أقبل نفسي أولاً، وبعدين وقت أقبل نفسي بعيوبها بميزاتها بطولي بعرضي بوزني بكل ما فيها، ده هيساعدني كتير جدا ان انا اقدر افهم غيري، وبالتالي هقدر ان انا اقبله كواقعه باختلافه معي في كل شيء. وقت اوصل للمنطقة الرباطية والمشاعر القبول الحقيقية تخليني اوصل بصورة اسرع للانفتاح على العالم كله. إيه علاقة القبول إني أعيش في علاقات صحية؟ دايما القبول عندنا مربوط بالعلاقات الصحية، وأي علاقة صحية اعرفوا ان دايما مصدرها القبول، وان كل العلاقات المؤذية او التوكسيك الناس اللي بنقابلها في حياتنا اتأكدوا ان دايما مفيش قاعدة الأساس اللي هي القبول والتوافق ما بيننا. دايما عشان انا اقبل اللي قدامي يكون قبولي غير مشروط للآخر وعدم الرغبة في تغييره، انا بس بأثر فيه، ويمكن لما اقبله واحسسه ان انا قبلاك بكل حاجة وحشة او حلوة جواك انا بساعده ان هو يتغير، وكمان بيكون القرار قراره في النهاية لان انا مش بغيره، انا بس بدي تأثيري فيه. وكمان اي علاقة بين اي حد، بين اب وبين ام وبين اصدقاء وبين اي حد في حياتي، مش شرط علاقات الحب، دايما بتقوم على التوافق. وخلي بالنا في فرق بين التوافق وفي فرق بين القبول. التوافق دايما بيكون عندي او لا، يعني بين اختيارين بس، لكن القبول دايما بيكون عندي اختيارات متعددة. ودايما القبول ممزوج دايما بالمرونة، يعني الشخص اللي عنده قبول هو دايما عنده مرونة نفسية لكل الناس اللي حواليه. مش بس كده، لما انا بقبل اللي قدامي بساعد اللي قدامي ان علاقتنا تستمر، واي علاقة مستمرة بتبقى علاقة صحية بيكون اساسها ان مفيش توتر وفي انسجام عالي اللي بيساعدني اعيش حياتي كلها علاقة صحية. طب يا ترى إيه دور القبول في التمتع بصحة نفسية عالية؟ تقبلك للآخرين هيخليك تحبهم حب غير مشروط، هيخليك ما انت حاسس انك مجبر تتعاطف او تضحي. بالعكس، فعدم احساسك بالتعاطف والتضحية هيخليك تقدم المحبة من طاقة اعلى بكثير من ما انها تكون من طاقة تضحية، لانك ما حتلومهم على اي شيء او ما حتحسسهم انك ضحيت علشانهم، لا، هيكون الحب من طاقة عالية. وطبعا احنا اكيد عارفين ان الحب طاقة تبادلية، كل ما انت اعطيت الحب الغير مشروط من طاقة عالية فهم كمان راح يوصل لهم هذا الشعور، فراح يقدموا لك نفس هذه المشاعر من الحب اللي انت قدمتها، فبالتالي هتكون برضو وصلت لمرحلة من التوازن والحب الغير مشروط المتبادل بينك وبين الآخرين، وطبعا اللي هو أصلا نابع من جواك بدون أي أسباب. أكاديمية أوميجا بتقول
بنقول لك كل سنة وانت طيب، ومستنيينك في الدفعة اللي جاية. سجل بياناتك دلوقتي علشان تلحق خصم على أكبر دبلومة دراسات صحة نفسية في مصر.